بصي بقى الفرن عندك بايظه عايزه تشوي فراخ، اعتمدي بقى الطريقه دي لرمضان، هتشرفك في العزومات قدام ضيوفك. شايفه فراخ مشويه انا عاملاها على البوتاجاز فوق من غير فرن خالص ولا حتى شوايه. خلاص تعالي نشوف الطريقه. معانا هنا فرخه غسلينها ونقعينها كويس. هننزل عليها بكميه كده كبيره من البصل، هننزل بالتوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكاري وبصل بودر وتوم بودر، وهنبدا نقلب كل الخليط ده مع الفراخ، البصل مع التوابل، وهنسيبها على الاقل ساعتين في الخلطه دي. خلاص وبعدين هنبدا بقى نشتغل فيها. هنجيب بقى هنا حله ونحط فيها اي ماده دهنيه، شويه زيت وشويه ومعلقتين سمنه ويا ريت بقى تكوني في المرحله دي معليه النار، احنا مش عايزين نوطي النار علشان ما تنزلش ميتها، على نار عاليه جدا. وهتبداي تحمري الفراخ كده بالطريقه اللي انت شايفاها دي. شوفي خدت اللون ازاي، عايزه اقولك ريحتها في منتهى الجمال. خلاص مجرد ما خدت اللون بتاعها هننزل بالبصل اللي احنا كنا متبلينه بيها على النار، وعلى نار هاديه بقى، وهنوطي النار في المرحله دي وهنسيبها خالص لغايه ما البصل يبدا ينزل ميته. شايفينه بقى لونه مكرمل جدا. هننزل بقى بمعلقه معجون من الصلصه وهنقلبها كده بالراحه عشان الفراخ بتاعتك ما تتكسرش. وهننزل بعصرة ليمونة هتدي طعم روعة. هننزل بقى بشوية فلفل مقلوين كده، ونكون خلصنا الوصفة بتاعتنا. شوية فراخ روعة من غير فرن ولا شواية، وهتشرفك في عزومات رمضان. والسلام عليكم، واشوفكم حبايبي في فيديو جديد.